السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم سمك تعابين وجمبري وفيليه بدون قلي. تعابين، فيليه، جمبري. هنعمله ازاي يا حبايبي؟ طبعا احنا عاملين هريسة توم. التوم ده عبارة عن كزبرة وكمون وملح وتوم وبهارات سمك وفنجان عصير ليمون وكرفس وفلفل رومي بارد احمر وفلفل حراق احمر وبرده كزبره وكمون وتوم. يلا بينا يا حبايبي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. كده هناخد معلقه من الخلطه اللي بالثوم دي نحطها هنا، وناخد معلقتين من الخلطه الجميله بتاعتنا دي بالشكل ده، وهناخد شويه عصير ليمون ونقلب الخلطة الحلوة دي، لون جميل وطعم جميل وريحة حلوة بالشكل ده. هنخلي عصير الليمون ده هنفضيه هنا. دي بقى هتشوفوني وانا بعمله. دي هنعملها ازاي، طريقتها. كده هنرش الخلطة الجميلة دي، نملح سمكنا بالشكل ده، الجمبري تعابين. كده الخلطة دي هنقلبها فيها، نقلبها كده يا حبايبي عشان نتحكم فيها. نقلبها بايدينا بالطريقة دي، ونقلب برضو الجزل ونقلب الجمبري بالشكل ده. كده معانا خلة المقاس ده. الخلة دي طبعا احنا كنا نقعنا في مية، وهنجيب الجمبرياية كده عشان طبعا زي ما قلت لكم السمك هنعمله بدون قلي بالطريقة دي. طبعا احنا حطينا ملح برضو في الدقة، عشان انا نسيت اقول ان احنا حطينا ملح. هتبقى بالشكل ده، تبقى بالشكل ده. وهنعمل برضو الجزل، الفيليه بالشكل ده. بالطريقة دي. وهنعمل التعبان، هندخلها كده برضو لو جه تعبان كبير على الخلة هنروح قاطعين الحتة الزيادة وهنشبكهم في خلة تانية مع بعض. طبعا دي كده ايه كبير على الخلة، يبقى بالطريقة دي يا حبايبي. لو انتي ما عندكيش خلة ممكن هتعمليها من غير خلة وهترصيه كده على الجريل وهيطلع في منتهى الجمال من ايدك. انا هخلص الكمية اللي معايا بنفس النظام وهرجع لكم تاني.
كده بعد ما تبلناه وعملناه بالخلة، يلا بينا نشوف هنسويه ازاي مع بعض. كده هنبدأ نسوي السمك. هندهنه كده بالفرشة الزيت، بس فرشة واحدة بس كده. وهنبدأ ننزل الجمبري بالشكل ده. دي كده احلى اكله. ولا هنقلي نغرقه زيت ولا حاجه، هنشوحه كله بنفس النظام. كده نقلب كده. طبعا هو كده على الجريل بيبقى احلى حاجه. بصوا منظره جميل، سواه هيبقى حلو. بس انا طالعه على ايديا. سواه كده تحفه. احلى حاجه يا حبايبي سوا الجريل. كده نفضل نقلب فيه كده لحد ما يستوي بالشكل ده. دي كده يا حبايبي الخلطه اللي احنا خليناها عشان نسقي بيها الخليط بتاعنا كده، عشان يشرب منها. الطعم بيبقى جميل جدا بالشكل ده. كده خلاص استوى معانا. طبعا احنا فاكرين الخليط عبارة عن فلفل احمر وثوم وملح وليمون وكمون وكزبرة وبهارات سمك. هنبدأ نطلع بقى كده في الجمبري كده بالشكل ده. كده هو استوى. نطلعه كله كده. كده هندهن الجريل تاني. لو ما عندكيش جريل، اي طاسة ممكن هتعمليه فيها برضو هيطلع حلو. كده هنبدأ ننزل التعابين برضو نفس النظام. كده هيبدأ يخش في السوا. نقلبه كده بالشكل ده. طريقة جميلة جدا وريحتها حلوة. كده استوت معانا. نديها الصوص بتاعها بقى. طبعا الصوص جميل جدا بكل ليمون. والله يا حبايبي احسن من القلي 100 مرة. هنطلعه كده. نبدأ نطلعه. هنبدأ نحط الفيليه بالشكل ده. صدقوني الطريقة دي جميلة جدا. كده استوى معانا. هنديله برضو شوية من الصوص اللي احنا عاملينه ده بالشكل ده. كده خلصنا السمك بتاعنا يا حبايبي بقى بالجمال ده. اعملوه جربوه مش هتندموا، هيعجبكم جدا وخفيف. واللي بيعمل رجيم ممكن يعمله بنفس الطريقة. خفيف على المعدة وجميل جدا. يا رب يعجبكم وجربوه. ما تنسوناش في اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.